السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة. اللهم امين يا رب العالمين. هنحاول نرد على بعض الأسئلة، هتكون للأسف أسئلة قليلة جدا، ولكن لأن الفيديوهات اللي احنا ننشرها في بداية القناة التانية ديت طبعا لابد تكون مساحتها بسيطة، فنتمنى من الجميع يشترك معانا لعلنا إن شاء الله نقدر نطلع بس مباشر في أقرب فرصة. طبعا بالنسبة للقناة الأولى بنحاول بقدر الإمكان نرجعها، ونتمنى من الجميع الدعاء في الموضوع دوت، والله ييسر الحال. يعلم الله ويشهد ان خدمتنا او هدفنا ان احنا نفيد النحال. الله يجزيكم الخير والله ييسر الحال للجميع يا رب. نتمنى من الجميع الاشتراك، لعله ان شاء الله يوصل لكم اشعارات، ولعلنا نقدر باذن الله نلبي المتطلبات بتاعه البث مباشر ونلبي الشروط عشان نقدر نطلع بس زي ما كنا من قبل. الله يجزيكم الخير، مشكورين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. بخصوص سؤالك على الخمس براويز اللي احنا مش مختمهم وحطيتهم في خلية قوية عشان النحل يختمهم، أتوقع الأخ مصطفى رد عليك، ولكن عاوز أديك نصيحة سواء أنت أو الإخوان اللي بيتكلموا على الموضوع ده. مش شرط أساسي، خلي بالك إن النحل لما يختم البراويز يبقى خلاص العسل دوت ناضج. تمام؟ لا، ما هو الشرط أساسي. تمام؟ دي حطها في نقطة في اعتبارك. النقطة الأخرى، تمام، لو المرعى عندك انتهى، تمام، والبراويز مثلا نقدر نقول فيها مثلا نصها، فيها 3/4، فيها مثلا كاملة بس مش مختمة، العسل ده مش معنى كده انه مش ناضج، لا ناضج. تمام؟ انت اهم نقطة تكون حريص ليها سواء انت او الاخوان اللي بتعاني من المشكلة ديت، وهي ان البرواز ما يكونش جاي فيه رش جديد. تمام؟ رش جديد او رحيق جديد حقات اليوم، اللي هو مثلا اليوم او بكره او امس. تمام؟ الرحيق الجديد ده بيكون لسه ما تمش انضاجه. تمام؟ او النحل ما تعاملش معاه المعامله اللي كما يجب ان تكون، فبالتالي الرحيق دوت لما انت اصلا تيجي تنفض النحل نفسه في الخليه او تنفض البرواز نفسه في الخليه، بتلاقي يتساقط قطرات في ارضيه الخليه. ده بيدل على ان الرحيق ده مش مختوم. تمام؟ والرحيق اللي مش مختوم دوت او الرحيق اللي مش ناضج ده، تمام، يقدر يسبب مشاكل بعد كده في سواء في فرز العسل او عند تعبئه العسل، تمام، او ايا يكن. انما طالما البرواز انا مسكته وهو في نحل ونفضته من النحل داخل الخليه وما تساقطش منه، مفيش اي قطرات سقطت منه، معنى كده ان الرحيق ده قديم. دي اول حاجه. تاني شيء ان النحل زي ما بيقولوا كده قام بالافرازات بتاعته سواء انزيمات او ما شابه ذلك، يعني بمعنى اصح ناضج. الرحيق ده ناضج. تمام؟ ومن ثم الله يبارك في عمرك بعد ما تفرزه حطه في المنضج عندك. تمام؟ المنضج اللي استلس. تمام؟ سواء سبته 10 ايام، سبته 15 يوم، سبته حتى 20 يوم، مش هيخسرك، بل بالعكس بيكون مفيد ليك انت. ومن ثم بعد كده بتعبئه مثلا في التعبئه اللي هي مخصصه ليه، عشان سواء هتبيعه لاحد الزبائن او المستهلك او احد التجار ايا يكن. تمام؟ هي النقطه بس زي ما انا بقول لك اللي لابد تاخدها في عين الاعتبار، انك انت ما تجيش تفرز عسل ويكون لسه جاي رحيق من المرعى بقاله ساعه او 2 او يوم. تمام؟ ده بيكون نقدر نقول بيسبب مشكله. تمام؟ انما براويز مختومه توكل على الله. البراويز المختومه بالمناسبه ده بيكون المرعى غزير جدا، وبالتالي النحل بيختم عليه لانه مش في احتياج ليه، ولكن بيفتح على التختيم ده عند لما يجي مثلا في حضنه تخرج جديده، او ان المرعى في الخارج يتوقف ومن ثم النحل يحتاج لغذاء، يفتح عليه لانه خلاص هو نقدر نقول المرعى اللي في الخارج توقف، فهو بيبتدي يستهلك من اللي في الداخل. اتمنى يكون واصله لك الصوره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا الله يبارك في عمرك. والله أنا هقول لك على شيء. أنت بتقول طبعا إنك أنت ما بتعطيش علاجات لمكافحة الفروة بقالك 10 سنين ونحلك في المنزل أو مش بذلك. والله أنا هقول لك على شيء. مش عاوز تكافح، ده شيء يرجع لك. تمام؟ بس أنا بقول لك سبب تقصف الأجنحة أو تآكل الأجنحة وإن النحل يكون زاحف بيكون بنسبة 90% بل 95% الفروة. تمام؟ أنت ما أنتش عاوز تكافح ومش عاوز تستخدم علاجات، خلاص ده شيء يرجع لك. تمام؟ بس انا بقول لك على ان المشكله سببها هو الفروه. انت مش عاوز تكافح، ده زي ما قلت لك ده شيء يرجع لك. حلو الكلام. بس انا عاوز اقول لك على شيء، الله يبارك في عمرك. يعني انت نحلك في المنزل ونحلك كويس، في نحل في الجوار، والنحل اللي في الجوار ده الله يبارك لك بسبب اختلاطه مع بعض على الازهار، تمام، بينتقل الفروه ليه، ومن ثم الفروه عندك لما يكون في وقت نشاط في المرعى، تمام، الفروه ديت
نقدر نقول النشاط مع النشاط الحضنه داخل الخليه بتستفحل الفرو ويحدث اللي عندك ده. تمام. فتاني شيء الله يبارك لك، يعني انا مش بقول لك روح كافح وانت في موسم عسل، انا بقول لك وانت بتجيش نحله او قبل ما تجيش نحل كافح الفرو علشان الاجيال اللي تطلع ما تطلعش مريضه. فاهم؟ والشيء يرجع لك، انا ما بغصبكش على شيء ولا بتاجر في المواد اللي هي اصلا بيكافحوا بيها او اي ماده لعلاج النحل، انا مش بتاجر فيها، انا بديك نصيحه لله افضل ما تخسر نحلك. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا نسأل يا رب تكون في خير وفي نعمة. بخصوص سؤالك على الفورميك أسيد المكافحة بيه اللي هو تركيز 65% أو 60%، تمام، مفيش مشكلة. بس زي ما أنت حضرتك تفضلت كده، ممكن مثلا تيجي قبل أذان المغرب مثلا بساعة أو تقريبا ساعتين، بيكون درجات الحرارة نزلت في التوقيت ده، وكافح لا يوجد مشكلة. ولكن أنصحك نصيحة، وهو اهم حاجه تركيز او كميه المقادير بتاعه الفورميك، تمام، تكون حريص بالنسبه لها. تاني حاجه، لو انت عندك مثلا 20 خليه ما تجيش تكافح ال 20 مره واحده، تمام، كافح واحده بس، ومن ثم افحص الخليه بعد ساعتين شوف الوضع بيقول ايه. لا قدر الله حدث اي مشكله في موت ملكه، موت نحل، اقدر اتوقف، الامور كويسه بكافح المنحل كله. فاهم اتكلم في ايه؟ التجربه خير دليل يعني. والله ييسر لك الحال، وبعتذر لان ما شفتش السؤال وكنت مشغول. اخويا الله يبارك في عمرك، ما فيش مشكله لو انت ما انتش في موسم حبه البركه او في موسم عسل، توقع على الله واعمل مكافحه، اهم حاجه ما يكونش في موسم. تمام. اخويا محمد الله يبارك في عمرك، انا اقول لك على شيء بخصوص سؤالك ده، على ان الخليه عندك 10 براويز وترفع طابق تاني ولا ما ترفعش، وبتقول ان المرعى هيتراجع شويه. بص باختصار شديد يعني، لو النحل بينشط في وضع الحضنه لازم تعمل توسع، ما عملتش توسع النحل هيطرب منك. انت طبعا عينك ميزانك في منحلك، زي ما انا بقول لك في توسع في الحضنه لازم تعمل توسع طابق تاني او تقسم، خلاف ذلك هتطرب منك. طيب لو نقدر نقول الخليه متماسكه عند العشرة والتقدم بسيط جدا، خلاص معنى كده ان خلاص ان الخليه هتتلاشى عن التطريد ومش هتتجه للتطريد. تمام. بس انا طالما بقول لك ان الملكه بتعمل بوضع البيض في كميه كبيره، واخد بالك، وعندها القدره تموت تاسيسات شمعيه، لا في الحاله دي اقول لك ارفع طابق تاني. واخد بالك. موضوع الحراره دي بقى، انت كرجل نحال كده كده اول ما تلاقي درجه الحراره عندك وصلت 33 35 درجه في بلدك او المكان اللي انت موجود فيه او المنطقه اللي انت موجود فيها، لازم تظلل على الخلايا، دي شرط اساسي. واخد بالك. تظلل بقى بالامكانيات المتاحه ليك، حبيت تعمل ظليله، حبيت تعمل مثلا تندات، تحط عازل، المهم انك انت الله يبارك لك فتره الساعه 12 واحده الظهر ما ينزلش درجات حراره عاليه على الخليه، وبالتالي تعمل مجهود على النحل وتخلي النحل كله يترك البراويز وينزل في ارضيه الخليه. فاهم اتكلم في ايه؟ بعدين في نقطه تانية يا اخويا محمد الله يبارك لك، وهي خلينا نقول دلوقتي انت رفعت طابق تاني، ورفعت في الطابق التاني دوت 3 براويز حضنه مغلقه. خلي بالك من كام اللي اتكلمه. ال3 براويز حضنه مغلقه دول طبعا هتعوض مكانهم في طابق التربيه، تمام، اطارات اساسات شمعيه او اطارات ممطوطه. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الاساسات الشمعيه اللي انا احطها دي النحله يقوم ببنائها والملكه تضع بيض؟ لو النحله يقوم ببنائها والملكه تضع بيض لا ارفع. تمام. لو الاطارات الممطوطه اللي انا احطها في طابق التربيه الملكه هتضع فيها بيض لا ارفع. تمام. ولكن لو الملكه هتعمل بشكل ضعيف او بشكل بطيء، تمام، وربما يكون انت مثلا بتجيش دلوقتي او بتقدم تغذيه والنحل ياخد التغذيه دي يخزنها في البراويز دي او ما يبنيش الاساسات، لا هنا يبقى انت تخليك زي ما انت تحافظ على الكثافه النحليه فقط. تمام. طبعا زي ما انا بقول لك انت اللي تعرف مستوى المرأة عندك فيه ايه، هل مثلا تحت المتوسط، فوق المتوسط، تمام، لان خلي بالك ساعات بيكون المرعى متوسط وتلاقي النحل بينطلق. تمام. مش لازم ان النحل يكون في قمه التطور. فاهم. بس زي ما انا بقول لك لو لاحظت ان الخليه هتبتدي تبني نخاريب، او لو لاحظت ان فيه نشاط للحضنه متزايد، لا انا بقول لك ارفع، افضل من ان الخليه تطرد عندك. تمام. او عندك حل اخر وهو انك انت تضعف الخليه دي شويه، بمعنى خليه 10 براويز زي اشيل منها مثلا 1 حضنه او اشيل منها 2 حضنه وادي التقسيمه مثلا في الجوار ليها على 6 براويز او 7 براويز، بحيث ان انا اقدر اقويها. فاهمني؟ يبقى بحيث ان عملت توازي في المنحل عندي، دعمت اللي ضعيف شويه وفي نفس الوقت القوي شلت منه براويز خوفا من التطريد. اتمنى يكون واصله لك الجزئيه اللي انا اتكلم فيها دي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا ياسر نسال الله يا رب تكون في خير وفي نعمه، بتقول قسمت خليه وبعد 5 ايام جبت ليها برواز حضنه مفتوحه، بتقول عملت الخليه دي ملكات منه في الجانب الايمن 3 بيوت ملكيه،
بتقول هل الملكات ديت او البيوت الملكيه ديت احلال ولا تطريد؟ طيب صلى على النبي. اولا انت دلوقتي الخليه دي بدون ملك، خلي بالك من الكلام، الخليه دي بدون ملك وانت حاطط لها برواز حضانه مفتوح، هتبني ايه؟ هتبني بيوت ملكيه عشوائيه ناتجه عن التيتيم، صح ولا لا؟ يبقى ملهاش دعوه الله يبارك في عمرك ولا التطريد ولا الاحلال. فاهم اتكلم في ايه؟ الاحلال الله يبارك في عمرك بيتم في وجود ملكه ضعيفه، التطريد بيتم في وجود ملكه مع نشاط كتير في الخليه، فبالتالي الخليه بتطرد بسبب الازدحام. فاهمني؟ انما البيوت ديت بيوت نقدر نقول تيتيم. حته بقى ان هي موجوده مثلا على الاجناب على الاطراف، هي النحل بيبنيها بطريقه عشوائيه عامه يعني. فاهم اتكلم فيه؟ اتمنى يكون الصوره واصله لك عشان بس الامور ما تختلطش على بعضها.